ايه رأيكم يا حبايبي في القرص الجميلة دي ام سمسم اللي محشية سكر بقرفة؟ بنجيبها بالافران باسعار غالية. تعالوا نعملها بكل بساطة وتوفير في بيتنا. يلا بينا نشوف الخطوات. ودلوقتي حبايبي نبتدي نعمل خطوات القرص بتاعت الافران ام سمسم اللي هي بالسكر والقرفة او بالسكر عادي. اول حاجة هنعملها هنجيب المج اللي موجود في كل بيت ونحط مجين ونص مية، وممكن تستبدليهم بلبن، بس انا عشان احط لبن بودره فهعجن بميه. يبقى مجين ونص من الميه، هحط عليهم نص مج سكر، حوالي 4 معالق سكر لان هعمل كيلو دقيق. وادوب الميه بالسكر دي كويس، وبعدين هضيف خميره معلقه كبيره او كيس اللي هو دريم، الخميره الفوريه، وادوب كويس الميه والسكر مع الخميره. وبعدين هنضيف ليهم مج الا ربع، نص سمنه والربع زيت، ونضيف له برضه عليهم كده. ونقلب المكونات كلها ببعض كده. انا طبعا واثقه في الخميره بتاعتي وبستخدمها على طول وضامنه تفاعلها، علشان كده هشتغل على طول. ودلوقتي ده كيلو من الدقيق، هحط عليه 3 معالق كبار لبن بودره. في ناس ما بيحطوش، ممكن يستغنوا عن الخطوه دي، اكيد الفرن ما بت ايه الشغل الاقتصادي ما بيحطوش اللبن البودره. في البيت بقى علشان تخلي العجينه غنيه، يا اما تحط لبن بودره يا اما تعجني بدل كوبايتين ونص من الميه بتخليهم لبن. طب بعد كده هحط ايه؟ نص معلقه من الملح، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. ما انا حاطه خميره ليه احط بيكنج باودر؟ عشان يخلي لي اللقمه بتاعه القرصه ايه هشه كده وايه ومنفوشه حلو، مش مكتومه يعني بمعنى صح. كده اجيب بقى المواد اللي احنا عملناها مع بعض وانزلها كده كامله عليها، بسم الله. وابتدي ايه اعجن العجينه بتاعتي بالسباتيولا في الاول كده، ادخل المكونات وبعد كده استخدم ايدي واعجن، واشوف هتستخدم عايزه ميه تاني، الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق، ولا كفايه المجين ونص اللي حطيناه. دي ادخل بقى ايدي والم عجينتي كويس واشوف هتحتاج ميه تاني ولا لا. بسم الله. كده العجينه حبايبي حسيت ان هي بعد ما لميتها انها محتاجه شويه ميه كمان، هزود لها بتاع ربع كوبايه كده. شوف ودلوقتي حبايبي بعد 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعه تعجني في العجينه بتاعتك حلو كده اهي، لمت معايا وشايفين نضيفه ازاي. العجينه معايا حلوه جدا. اسيبها بقى كده واغطيها بالاسترتش وفوطه 10 دقايق تريح. دلوقتي بعد ما سبت العجينه ارتاحت بتاع 10 دقايق، شايفين العجينه لينه ازاي، نط معايا ما شاء الله. همسكها كده بقى وابتدي اكور كرات صغيره كده بحجم الليمونه، واجي هنا في صينيه واركن، واحاول بقى اخلي ايدي مظبطه على نفس الايه الحجم اللي انا عاملاه، واحطها كده جنب اختها. واظبط ايدي عشان تكون كرات قد بعضها. هخلص الكميه كلها بنفس الشكل وبعد كده نشوف ايه بقيه الخطوات. ودلوقتي حبايبي بعد ما كورتهم باحجام متساويه كده زي ما انتم شايفينها، اغطيها بقى كده عشان ما تنشفش وشها ويعمل قشره باكياس تلاجة ولا حاجه، وافتحها كده وبعد كده احط عليها
فوطه ولا حاجه كده، وابتدي بقى اشتغل على طول، وتخمر بقى لما احطها في السيجان. يعني بس ابقى مغطيها كده بحذر. هجيب بقى هنا عندي معلقه قرفه بتاعت الاكل دي مليانه، وعليها 4 معالق سكر، وهضيف لها معلقه دقيق. هتقولي لي ليه؟ طب تحطي الدقيق. الدقيق بيخليها جوه ما تقفش وتبقى لينه وتسيح كده وتملى حته العجينه. سمسم محمص كده، او لو كان عندك ابيض بتحمصيه تحميصه بسيطه كده وتسيبيه يهدى علشان وش العجينه. وهعمل بقى دلوقتي ميه. اجيب كوبايه ميه كده صغيره، واضيف لها كيس فانيليا، واضيف لها ثلاث معالق سكر كده، بحيث ايه تبقى الميه دي مسكره كويسه. هي دي اللي هنزل فيها العجينه قبل ما احطها في السمسم. البديل ليها لو عندك عسل اسمر، 3 معالق عسل اسمر مع 3 معالق ميه برضو، علشان ايه وش العجينه قبل ما تحطيها في السمسم، عشان تخلي السمسم يثبت كويس في حته العجينه ما ينزلش. ودلوقتي حبايبي اجيب قطعه واحطها كده في طبق، وافرد من الاطراف. انا عايزه الاطراف رفيعه شويه وفي النص محمله اللي هحط عليها. واروح جايبه معلقه من القرفه بتاعتي ومن سكر ودقيق، واحطها كده في النص، واروح لما الاطراف كده بايدي، اعملها زي البقجه، واقفل كده كويس عشان ما تفتحش لما تيجي تخمر او اسويها. واجي هنا بقى، واجي كده بايدي زي انا ماسكاها كده زي البقجه، اجي هنا في الميه ام سكر، واروح نازله على طول في السمسم، واطلع كده. شفتوا العجينه عامله ازاي؟ اجي بقى هنا كده في الصاج بتاعي وايه واسيبها واعمل غيرها. اجيب واحده كمان قدامكم، افرد كده من الاطراف، افرد العجينه وفي النص محمله مليانه يعني شويه، وارفع الاطراف اللي هلمها دي، واجيب الحشوه بتاعتي. اللي مش عايز يحط قرفه، في ناس ما بتحبش، يبقى عباره عن سكر ومعلقه دقيق وخلاص، زي الافران اللي هي العجينه من السكر دي. والف كده زي البقعه زي ما انتوا شايفين كده، واقفل حلو. واجي هنا وانا ماسكاها كده اغطس في الميه ام سكر، وبعد كده نفس الشكل، واروح كده بحذر احطها جنب اختها، بس في مسافه شويه لان لسه هتخمر. هكمل كل الكميه وبعدين اوريكم الصاج بعد ما اخلصه. دلوقتي يا حبايبي بعد ما انتهيت من عمايلهم وبططتها تبطيطه بسيطه كده، بعد ما وريتكم عملت ايه، عملت لي الصاج ده والصينيه الكبيره ديت. اغطيها بقى باكياس، واروح حاطه ايه عليها فوطه ولا حاجه كده، واسيبها ساعه تخمر. واكون في خلال الساعه دي سخنت الفرن كويس جدا، احطها على درجه 180، ولما تخرج نشوفها مع بعض. ايه رايك يا حبايبي؟ فتحنا واحده اهي، شفنا التسويه جميله ازاي ومورقه ازاي، والخلطه اللي جوه السكر بالقرفه سايحه وجميله وطريه. تاكلوها بالف هنا وشفا. جميله العجينه هشه، جربوها هتعجبكم جدا وهتفرحوا بنتيجتها. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.